ونبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. الجميلة في أبها البهية، وهي المدينة السادسة اللي بتستضيف بطولة السوبر وكأس السوبر. اليوم أصبحنا على بعد لحظات من انطلاقة هذه المباراة وانطلاقة هذا الموسم. سريعا إذن إلى التشكيلة الكاملة للفريقين اللي اختارها الاثنين مدربين. جورج خيسياس اختار النهارده في الهلال كما نرى على الشاشة في حراسة المرمى ياسين بونو، 4 لاعبين في الدفاع، حمد اليامي 88، حسان تنبكتي رقم 87، خليفة الدوسري رقم 4، وفي الجهة اليسرى لودي بالرقم 6. المصافحة والعناق والتحية التقليدية طبعا قبل المباراة بين البرتغالي والألماني. في نص الملعب نيفاز بالرقم 8، القرعة طبعا فيرمينو من جانب وسالم الدوسري من جانب آخر، القائدان الكابتنان، وخلاص الكل أصبح جاهز ومستعد لانطلاقة الموسم رسميا. الكرة بيتم تسليمها، بقول لحضراتكم أجواء رائعة بالفعل، والأطفال المرافقة الأولى. لكن أول هجمة والنابت اتأخر كتير. لم يكن، كان في اوفسايد الحقيقة. المساعد رفع رايته بعد ما الكرة وبعد ما الهجمة انتهت بتطبيق قاعدة وتنسيق. في الهلال أيضا أسماء مهمة وأسماء كبيرة يفتقدها الهلال في هذه المباراة. طبعا كوليبالي وعلي البليهي إيقاف، تطبيق عقوبة الإيقاف للطرد في نهائي الكاس أيضا. لا لكن لا تكتمل ضمنها. الكرة تعود من جديد، ناصر بيحاول يخلصها لكن في صفارة وفي سقوط على الأرض من زياد الجوهني، يقع في كرة مشتركة. وفي انطلاقة المباراة وانطلاقة الموسم هناك بداية أهلوية قوية. تعود الهجمة أمامية ويخرج ياسامي بالراس، فرانكيسي يردها مرة تاني لعبد الكريم. مباراة قمة في الإطار. ادي سالم يمشي القائد والكابتن التورنيدو سالم الدوسري في أول انطلاقة وفي أول مشوار من الجهة اليسرى، لكن طالت انطلاقة من علي مجراشي، لكن إلى علي وتتلعب أمامية عبد الكريم، لكن ياسين للمرة الثانية في 10. الدوسري يضغط، الضغط الهلالي يتواصل ولودي ياخذ القرار ويسدد تسديدة يسارية من رينان لودي، تسديدة من لودي من منطقة الجزاء. وفرصة ثاني رياض والنابت يلعبها النابت فيرست تايم، لمسة واحدة بالقدم اليمنى لكن خدها من تحت لفوق وعليت الكرة جدا وضاعت الكرة على الأهلي. هذه الكرة إبعاد من جانب خليفة الدوسري، يبعد الكرة خليفة الدوسري زي ما شفنا بالخروج من مرماه وإبعاد الكرة واللحظة. ادي بونو تاني يستعرض في مواجهة عبد الفاعل الهلال في إبعادها. بونو هو اللي ينجح في إبعاد الكرة العرضية الخطيرة من الضربة الركنية طبعا من النابت. تعود توجهه يعني، لكن مندي وبونو الحقيقة اسمين كبار جدا عسيري، وأيضا زي ما قلت جابرييل بيكا. لعبت الكرة ما يقدرش يسيطر عليها، مطالبة بخطأ قدام ميشائيل. لو ظبط مطالبة بضربة جزاء، لكن أمام أعين الفرنسي تورما حكم اللقاء يرفض ويشير باستمرار اللعب. هذه الكورة شوف، لا لازم من البداية، لازم الإعادة تبقى من بداية ميلينكوفيتش سافيتش. اللمسة الرائعة بتمريرة روعة من سيرجي ميلينكوفيتش، لكن دفاع الأهلي مستعد وجاهز. اتردد مرة جديد، النابت يغير اللعب في أقصى اليمين. تعود الكرة من جديد، لو استلم صح النابت، لكن استلم غلط، وفي النهاية عرقلة لميشائيل وضربة حرة. ضربة الركنية نيفاز، مش ممكن. مندي حسان تنبكتي رائع، يطير فوق الجميع، يطير فوق الكل ويصطاد ركنية البرتغالي، وكاد بالفعل أن يسجل. حمد اليامي يستلم كورته، يستلم على صدره، يلعب افتتاح لو فاكرين المانيا واسكتلندا، وطرد لاعب من اسكتلندا. وأيضا
في تدخل آخر في ملعب المباراة في نص الملعب. حكم اللقاء يتدخل يحتسب الكرة ضربة حرة هلالية، وزحمة حول حكم اللقاء والكل بيتكلم معاه والكل بيحاول يأثر عليه. الجديدة المرة دي على القايم القريب لكن يبعدها. تتلعب طويلة النابت أمامية في الجانب الأيمن إلى ميشائيل. تدخل من بسام، وقع ميشائيل على الأرض أمام أعين يايسلا. ناحية اليمين علي مجراشي يتقدم لكن يضغط عليه من منطلق، يحافظ على كورته، يروح في اتجاه المرمى. عبد الكريم عرضية خطيرة جدا داخل منطقة الجزاء، وللمرة الثالثة السيد رواه يرفع رايته بعد. هو الحقيقة بيرقصنا بيراوغنا كلنا بيضحك علينا، لكن هو القانون، هو بيطبق القانون وقاعدة وتنسي. شوف درجة الحرارة المثالية اللي بتقام فيها المباراة، يعني بتسخن مع الوقت. في فكر بيحاول يايسلا انه يطبقه. هذه العرضية عرضية لكن رائع رائع خليفة الدوسري، روعة من خليفة، يضع قدمه في اللحظة الأخيرة وفي التوقيت الحاسم. بعد كده انه لا، انها اون سايد، ما فيش اوف سايد، وان الراية كانت خاطئة. وكتير حرمت أندية وفرق، يعني فرق كتير حرمت من أهداف بسبب هذه الدفاع الهلالي. مرة تاني رياض برجله الشمال وإيبانيز، وتسلل جديد رابع مرة، لكن المرة دي مفيش فرصة قوي يعني للتطبيق، مفيش وقت لتطبيق قاعدة ويتنسي، لكن في تسلل. تخيلوا بقى، يعني شوفوا الراجل رفع رايته، لكن اعتقد ان الاعادة بتقول انه إيبانيز ما كانش اوفسايد، ما كانش متسلل. صراعات داخل منطقة الجزاء والرأسية، انطلاقة سالم ياخدها لنفسه وبيمينه يلعب. ما زالت من نصيب لودي، ما زالت هلالية، والكرة بهذه الانطلاقة ومترو ميشائيل، لكن بسام يمنع الهلال من الابتسام. بسام الحريجي، تنشق الارض عن بسام. روعة 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 من بسام الحريجي. الكرة في طريقها للمرمى على اليمين والاهلي على اليسار. مترو، واول كرة واول توغل واول انطلاقة من متروفيتش، لكن طالت الكرة وحكم اللقاء يحتسبها ضربة حرة من الجانب الايمن. تتلعب عالية، مش ممكن. ميلونكوفيتش سافيتش. شوف كل ده، يعني كل دي بقى ايه؟ بدايات الموسم، بدايات المباريات. في المباراة الأولى هنشوف فرص غريبة بتضيع زي دي، زي الرأسية دي. يعني الكرة دي لو في يناير مثلا أو في فبراير مستحيل تضيع من ميلونكوفيتش سافيتش، مستحيل. أو حتى مش يناير ولا فبراير، بعد أول مباراتين ثلاثة. لكن لسه الحساسية. كل ده هيجي على الأرض. فرانكيسي خلصها، لكن في صفارة وفي فاول، في ضربة حرة. حمد اليامي في مواجهة فرانكيسي صاحب ال10 أهداف. سافيتش سالم واحدة من بتوعه تريد مارك. سالم الدوسري يسدد، لكن تخبط المرة دي، تصطدم في الدفاع وتتحول إلى ضربة ركنية للزعيم. سالم لحقها والله، سالم الدوسري يا ولد، لكن يتدخل. يبدأ الشوط الثاني أيضا بضغط كبير وفرص مؤكدة تضيع. سالم الدوسري يرد الكرة مرة ثانية في أقصى اليمين، لكن يبعدها النابت وتترد الكرة من الدفاع. يعيدها مرة أخرى حمد اليامي بالراس، ضربة ركنية. سالم الدوسري عالية مرة ثانية داخل منطقة الجزاء. البطولة في هذا الموسم الجديد عالية، ومرة ثانية رأسية وضربة ركنية بالفعل. إيبانيز هو اللي طار لفوق، هو اللي وصل للكرة. فيجا ادي اتلعبت الكرة طويلة، وجابرييل فيجا احد الاوراق السرعة وعنده المهارة. يمر عبد الكريم، مش ممكن. ياسين هيتجنن، الالماني هيتجنن، لان فرصة في مباراة بهذه القيمة وبهذا الحجم وبهذا الرهان الكبير، فرصة قد لا تأتي من جديد. ياسين مين يقدر على ياسين؟ شوف تخلص ازاي عبد الكريم بمنتهى المهارة.
ممكن جدا تقلب وزي ما قلت في البدايه، ادي رياض والعب مساحات مهارات يا بوبي، فعلى البرازيلي بعرضيه رياض محرز، يمارس هوايته، يمارس عادته، تريد مارك رياض محرز بعد ما صنع الموسم الماضي 13 هدف، صنع 13 هدف، 13 اسيست يا راجل، 13. لكن شوف الهجمه بدايتها منين، عشان كده كله راح لادوارد مندي وبيحييه وبيشكره على بدايه الهجمه الممتازه. تشوف وكأن ادوارد مندي كأنه مشارك في الهدف، مساهم في الهدف، في الكرة الايد ورجل الطويلة روعة. لمح رياض محرز فاضي، لعبها له، راحت بالمقاس، اسلوب يا ولد بوبي، ومرة ثانية عرضية لكن رائع. حسان تنبكتي يضع قدمه وينجح في ابعاد الكرة، تخرج الى وبونو، يطلع والمرمى كان فاضي، مش ممكن. علي مجرشي، ياسين بونو طار على ركنية رياض، نجح يرفع كمان عرضيه من ياسر والكره لكن اقوى من ياسر. الشهراني على الخط بيستعد للنزول، لودي بارشيل خلصها عرضيه عدت وفاتت، والرأسيه من مترو لكن تعلى فوق العارضه. المحاولات الهلاليه مستمره على الارض، عاليه من روبن نيفيز داخل منطقه الجزاء. ساعة لعبه ولا لا؟ ادي كره مره ثانيه فيجا، مطالبه جديده بضرب الجزاء، مطالبه جديده، لكن اصلا هناك حسبها على فيجا، حسبها تحايل وحسبها ضربه حره. لعبه حلوه قوي الى ميشيل داخل منطقه الجزاء، ومندي يتألق سافيتش في مساحة، وكالعادة الكرات البينية الخطيرة من سافيتش، لكن المرة دي طالت الكرة وطلعت، حسبها حكم اللقاء ضربة مرمى. الجمهور الهلالي وجود هجمة خطيرة، في وجود هجمة خطيرة، حمدان ادوارد مندي للبداية، بداية الهجمة من الحارس الاهلي. مندي يتألق، تاني الكرة، في 90 يا مترو. بالفعل لا تأمن أبدا، إياك أن تأمن إلا مع صفارة النهاية ومع انطلاق الصفارة النهائية لحكم اللقاء. الهلال يضغط، الهلال يضرب ضربته، وكالعادة مين غيره عن طريق النجم والهداف مترو. جول، وجوه الجول رأسية معتادة تريد مارك يا مترو. جول البرتغالي أم السنغالي؟ البرتغالي يسجل، البرتغالي، ويفتتح التسجيل للهلال في ركلات الترجيح. ماذا سيفعل فيرمينو؟ جول يتعادل البرازيلي كما نجح ادوارد مندي. سالم، تسلم يا سالم، تسلم يمينك يا سالم، بقدمه اليمنى يرسل ثاني فيجا، قضى ياسين، بونو يتألق ياسين في مواجهة فيجا، اخطأ فيجا. متروفيتش يا ولد، متروفيتش برأسيات شغال، بقدم يسرى شغال، بقدم يمنى ماشي. إيبانيز بقدمه اليمنى، راحت خميس مشيط، الكرة راحت من أبها إلى خميس مشيط، ودت سافيتش يسجل سافيتش ويخلصها ويحسمها. 4-1 نجح الهلال.